السلام عليكم، أهلا أخواتي الغاليات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الأحوال ديالكم تكون طيبة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. كيف دايرين الأميمات ديالي؟ لاباس عليكم؟ الصحة ديالكم مزيانة؟ كي دوزتوا الصيف ديالكم مزيان؟ تساريتوا؟ شفتوا الحباب؟ تبحرتوا؟ فوشتوا شوية؟ ارتاحيتوا من القراية؟ كنتمنىكم تكونوا مزيان وبخير وعلى خير. شكرا لكل وحدة تتسول فيا في لي كومونتير، في التليفون، في الانستغرام. كنقول لكم الله يخطيكم عليا البنات وشكرا لكم بزاف. سمحوا لي على هاد الغيبه الطويله اللي كانت خارج الاراده ديالي. المهم الحمد لله والشكر لله على كل حال. ما بغيتش ندخل معكم في التفاصيل اسباب الغياب. خليونا في الفيديو الطاقه الايجابيه. ونبداو على بركه الله كيف العاده بالصلاه والسلام على نبينا. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه البنات خديت هنايا قبيصه ديال الملحه. كيف كتشوفوا انا راه ما كنديرش قبيصه ديال الملحه، راه كندير واحد راس معلقه صغيره ديال الملحه لتصحيح الذوق. عندي هنايا 3 ديال البيضات، الى الحجم ديالهم يكون كبير، الا كان البيض صغير بزاف ديروا 4 ديال البيضات. انا درت هنايا 3 ديال الحبات ديال البيض، كاس ديال السكر العبار بالكاس د الانبه، الكاس العادي اللي عندنا كاملين. وغادي نطرب المكونات مزيان. البيض من الاحسن تكونوا مخرجينه من قبل من الثلاجه باش كيسهل عليه، يعني كتسهل عليكم الخدمه، كيطلع لكم دغيا دغيا البيض وكيضاعف الحجم ديالو. الا كان بارد ما كيبغيش يطلع. هنا كنضربوا ديك القبيصه ديال الملحه مع دوك 3 ديال الحبات ديال البيض مع كاس ديال السكر سنيده، يعني عباره بالكاس الانبه. غنطرب مزيان بالطراب هذا اليد، الطراب الكهربائي. الا ما كانش عندكم البنات هاد الباطور تقدروا ديروه في الكاس ديال المولينكس. هو خدموا يعني سيروا بنفس المراحل، خدموا البيض مع السكر حتى كيتخدم مزيان وكيتفتح اللون ديالو، عاد زيدوا باقي المكونات. هنا غادي نزيد واحد القشره ديال البرتقاله بالليمونه، وغادي ندير نص كاس ديال الزيت. حتى هو العبار يكون بالكاس د الانبه. ديروا نص كاس ديال الزيت، غادي نضيفو شويه بشويه وانا كنطرب باش ما كينزلش ليا داك البيض. شويه بشويه وانتم كتطربوا كيزيد يضاعف لكم الحجم ديال داك البيض وكتجيكم الكيكه ديالكم مهويه مزيان. هذا هو السر اللي كيخلي الكيكه كتجي ناجحه، كتجي طالعه وكتجي مهويه من الداخل. من بعد هنايا ما طربت مزيان داك الزيت مع السكر والبيض مع ديك القبيصه ديال الملحه والقشره ديال الحامض. غادي نزول هنايا الطراب الكهربائي. غادي ناخذ واحد الكاس ديال الحليب يكون بارد، يعني كاس ديال الحليب عادي. غادي نزيد عليه هاد زهرة البرتقال، هاد الساشي هذا ديال زهرة البرتقال. وتقدروا كاع تزيدوا معلقه ديال الزهر الا بغيتوا. غادي نحركها مزيان، ندوبها مزيان مع داك الحليب، وغادي نضيفها غادي نضيف هاد الخليط هذا للكيك ديالي. كتعطي واحد المذاق البنات اللي خطير لهاد الكيكه. وغادي نزيدوا واحد المكون اللي غادي يعطيها المذاق ديال كعب الغزال. غادي تجي هاد الكيكه بحال كتاكلوا كعب الغزال. طربت غير واحد شويه وغادي نضيف هنايا الدقيق. ضفت الكاس الاول كيف كتشوفوا، ضروري نغربلوها البنات لان الدقيق كيكون فيه هكا الحبيبات. غادي نزيدوا الكاس الثاني، وغادي نزيد هنايا الخميره ديال الحلوى. ضفت 2 ديال لي ساشي ديال الخميره ديال الحلوى. غادي نغربلهم حتى هما، وغادي نخلط هكا بالفوي المكونات في الاول. من بعد غادي نزيد هكايا باقي المكونات. هنا حتى كندخلو مزيان داك 2 كيسان ديال الدقيق مع دوك 2 ساشيات ديال الخميره. غادي نزيد واحد نص كاس ديال الدقيق، وغادي ندخل هكا المكونات بهاد الطراب اليدوي. كيف كتشوفوا الخليط ديال الكيك ما خصوش يكون ثقيل بزاف وما خصوش يكون خفيف. هنا زدت نص كاس اخر، يعني في المجموع ضفت 3 ديال الكيسان ديال الدقيق اللي هزات ليا البنات مع 2 ساشيات ديال الخميره. هذا هو القوام ديال الكيكه البنات كيف تيكون. ما تيكونش ثقيل بزاف وما تيكونش خفيف. كاخر اضافه البنات اللي غادي تعطي هذاك المذاق ديال اللوز، غادي نزيد هنايا معلقه كبيره ديال النكهه ديال اللوز. كتجي البنات خطيره هاد الكيكه هادي بهاد المذاق هذا ديال اللوز مع ديك النكهه ديال الزهر. كتجي فنه فنه بزاف. غير جربوها وردوا عليا الخبر. هنا غادي ندخل فيها هذيك المعلقه ديال النكهه صافي. وغادي ناخذ المول ديالي اللي دهنته من قبل بالزبده، نرشوه بالدقيق. عفوا ما ترشوش بالدقيق، دهنته بالزبده. وغادي نرشوه هنايا باللوز ايفيلي. غادي نحاول نلبسو مزيان بداك اللوز ايفيلي البنات. اللوز ايفيلي راه كيشد في المول. الا كان هكا مدهون بالزبده بوماط غادي تشد لكم فيه اللوز. الا دهنتوه بالزيت راه ما غاديش يشد لكم مزيان. دهنوه هكا بالزبده وديروا فيه داك اللوز ايفيلي. حاولوا تلبسوا لداك المول مزيان صافي. وكتفرغوا الخليط ديالكم ديال الكيك. راه كتجي البنات فنه، كيجي فيها داك المذاق ديال اللوز. كتجي الكيكه كامله ملبسه بداك اللوز من الفوق ومن التحت، وكيجي فيها حتى المذاق ديال اللوز هكا في الداخل ديالها. انا خليت واحد الكميه اللي غادي نضيفها هكا لوجه ديال الكيكه، وكميه درتها في المول
صافي غادي نفرغ الخليط ديالي وغندخلو للفران. هاد الأثناء البنات راني شعلت الفران، كنشعلو تقريبا واحد 5 دقايق قبل، على بال ما هكا كنوجد المول وكنفرغ فيه الكيكة صافي. غادي ندخلها كطيب تقريبا على 150 درجة، واحد المدة ديال 35 دقيقة حتى ل40 دقيقة، صافي وغادي نخرجوها. هنا من بعد ما فرغت الخليط غادي نضيف ديك الكمية اللي تبقات ليا ديال اللوز إيفيلي هكا من الفوق، راه تيبقى على وجه الكيكة، راه ما كيهبط ما والو البنات، لأن القوام ديال الكيك راه هو داك، ما خفيفش بزاف وما ثقيلش. صافي غادي ندخلها للفران كي قلت لكم حتى غادي طيب. ملي غادي طيب ليا ونقلبها انها طابت، غادي نشعل عليها تحمر من الفوق صافي ونخرجوها. هنايا من بعد ما طابت ليا الكيكه، شوف كيف كتجي ما شاء الله طالعه وكتجي محمره، كيجي فيها واحد اللوين مذهب البنات، كتجي غزاله. غادي نحاول نحيدها هنايا من المول وغادي نقدموها بالصحه والراحه. بغيتو دهنوها هكا بشويه د الناباج، بغيتو تخليوها كيف ما هي، انا غادي ندهنها هكايا شويه من الفوق باش كتجي فيها ديك اللمعه وصافي. ما بغيتوش دهنوها يمكن لكم ما دهنوش، هي راها يعني زينتها منها، يعني راه مزينه فيها اللوز هكا من الفوق، كتجي ما شاء الله فنه، وكتجي القوام ديالها هشيش، والمذاق راه ما نعاودش لكم عليه، المذاق راه خرافي، مذاق واعر، غير جربوها وردوا عليا الخبار. يعني هي راها بسيطه، يعني ما فيهاش شي مكونات اللي زعما مختلفين بزاف، ولكن هذيك المعلقه د اللوز ديال الروح د اللوز عفوا، مع هاديك النكهة ديال الزهر راها كتجي زوينة. وحتى لا كاع بغيتو تزيدو واحد جوج د المعالقات ديال البودرة ديال اللوز مطحونة تقدروا تضيفوها، بغيتو تخليوها هكا اقتصادية تقدروا ديروها بحال هكا. انا دهنتها هنايا بشوية ديال المربى هكا باش تعطيني شوية اللمعة داك اللوز إيفيلي صافي. وقدموها بالصحة والراحة، كنتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم، وكنتمنى ما نعاودش نغيب عليكم مرة أخرى. شجعوني بلي كومونتير البنات باش نرجع معاكم نرجعوا للنشاط والحيوية والوصفات الاقتصاديين كيف ما تعودتوا معايا دائما. دابا هو جاي الدخول المدرسي البنات، وكنلتزموا تنجلسوا في الدار، ما تتبقى لا خروج لا دخول لا حتى شي حاجة. ديك الساعات أرى الشيوات والوصفات الاقتصادية والاقتراحات ديال هكا لوليدات المدرسة إن شاء الله. الحمد لله والشكر لله. كنتمنىكم يعني حتى نتوما تكونوا مزيانين، وتكونوا دوزتوا العطلة ديالكم مزيانة، وتبداو سنة دراسية إن شاء الله مع وليداتكم مزيانة. والكيكة ديالنا كانت هي هذه، كتجي غزالة البنات فنة. قدموها لوليداتكم بالصحة والراحة. كنتمنى إلا عجبتكم تخليو ليا واحد اللايك، وشكرا لكم بزاف، لهلا يخطيكم حتى الفيديو الجاي إن شاء الله بحول الله. خليتكم في أمان الله وحفظه، بسلامة عليكم.